بنات كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اختي هذا الفيديو لقاكم صحه جيده، نتوما عائلتكم كاع اللي عزيز عليكم في خيضات ديال الدجاج اختي بصلصه خطيره. وصفه ديال اكبر المطاعم اختي، تقدري ديريها لوليداتك في الدار. خليك معايا باش تشوفي المقادير والطريقه ديالها. كيف ما كتشوفوا معايا البنات كديروا الملحه على حسب الدجاج اختي اللي عندكم. انا تبارك الله عندي الدجاج، عندي قزبر اختي، حبوب ياكم، عندي اختي الزيت، وعندي اختي الكركمه لا سكنجبير البنات تقلبت ياكم. عندي اختي الابزه، تقدري تعوضي بشويه الهريسه على حساب الدراري اللي ما يبغيوش لك الحروت. كنقلب اختي كركمه. عندي اختي هنا بصله، عندي اختي هذه الفلفل الاحمر والحاره تنجيب الاخرى. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا. والثومه اللي غادي ندير ليها الحكاكه، يعني غادي نحكها واحد الريسيب ديال الثومه كيف ما شفتوا معايا. ها هما البنات. ونبدا اختي كنحك، نديرو حكاكه رقيقه شويه. درت هذه غليظه ما لقيتش اخرى. صافي كتبقى تضربني في يديا ماشي مشكل. صافي اختي بركه كيف ما كتشوفوا المليحه. التوابل نجيب شويه ديال الفلفل الاحمر والرشا، الزائده اختي شويه ديال بابريكا او الفلفل الاحمر كيف ما كتشوفوا معايا. خليكم معايا. وصافي هنا كنزيد اختي واحد نص كويس ديال الماء. تندير هذا الخليط هذا وكنرمي فيها اختي داك الدجاج بحال هكا. شوفوا معايا ياكم. داك الساعه اختي غادي ديري ليه الالومنيوم، غادي ديري ليه المهم غادي نخفف اختي واحد شويه. بان لي هذاك بحال الا كثرت فيه. شوفوا شي طاب لنا داكشي مزيان فهمتوا. صافي هنا بلاتي نقص واحد شويه اختي باش ما يجينيش داكشي مزاح. صافي ها هما اختي هذيك الصلصه. شوفوا معايا بهذا الشكل هذا. حيدوا هذا الشيء اختي، بقاو معايا البنات. ايوا صافي اختي هنا وجيبي ليا ورق الفران وغلفيهم اختي مزيان، يعني بحال هكا غلفيهم ودخليهم اختي الفران وخليهم حتى يطيبوا اختي على خاطر. صافي بحال هذا الشكل هذا مثلا. ايوا صافي هكا شوف هذا زين هذا الورق. الناس كيف ما شفتوا معايا اختي من بعد ما غلفتهم على هذه الطريقه هذه. الا بغيتي تزيد عليهم الالومنيوم من فوق كتزيديه، ما بغيتيش باركي غير هكاك. انا المهم درت لهم غير هذا الورق. صافي دابا غنديهم ندخلهم الفران نخليهم يطيبوا اختي على مهل حتى يطيبوا ليا مزيان البنات. ومن بعد غادي نخرجهم باش نكمل معكم الطريقه. قلت لكم بالنسبه للخيطات اختي الا بغيتو تخدموا بهم ديروا لهم هذيك التشرميله وخليوهم اختي كيتشرملوا فيها، يعني واحد المده طويله ماشي بحالي انا. درت اختي وزربت وداكشي جاني على غفله. صافي ودرتهم. بالنسبه الا قلتو حتى تشربوا تيجيوكم لدارين وديك الشرموله اختي داخله فيهم للداخل وعاد راه كيجيو فتيين. خليكم معايا البنات. البنات كيف ما كتشوفوا ها انتم اختي ها هو الشكل ديال الفخيضات ياكو. هذا هو الشكل ديالهم. ها انتم اختي غنحط لكم هذه هنا. سخون اختي سخون. هي الثانيه طايبين اختي كيف ما كتشوفوا معايا اختي. هي شوف
عاوتاني كيف ما كتشوفوا البنات نحيد هكا. شوفوا مزيان اختي البنات، شوفوا الخيطات هما هادو ياكو. هنا اختي غادي نوجدوا الصلصه اختي اللي غادي نديروا نديروا فيها الدجاج. هانتوما باش نحيدوا اختي هذا الورق. المهم شوفوا هنا اختي اللعيبه فاش غادي نوجدوا. جيبي لي اختي العسل. انا استعملت هذا هانتوما شفتوا اللي كناخذ البنات، هاد المعلقه اللي عامره هكا ياكو. صلصه الصويا كيف ما كتشوفوا ان شاء الله يكون واضح لكم. هذا اختي الحرور كيبقى لكم الاختيار، انا مبغيتش نكثر حيت هذا حار والدراري ولادي الصغار تياكلوش الحرور بزاف. عندي ها هي شوفوا، ها هي الصلصه كيف ما كتشوفوا، صلصه باربيكيو. دير اختي الكميه اللي انت بغيتي. شوفوا بالنسبه للصلصه التحضير ديالها عنده جوج ديال الطرق، كل واحد كيفاش تيحضرها. يعني تقدري تحضريها بوحدها عاد ديري، وهذا اختي الكيتشوب ها انت تقدري تحضري. شوفوا على حسب الكميه اللي انت دايره، ما كنتيش مكثره الكميه كديري غير جوج معالق، لكن الا كنتي مكثره اختي الكميه غادي تضوبلي المقادير. صافي هذا مكان البنات. كنخلط اختي هذيك الصلصه مزيان. هانتوما خلطوها مزيان ديك العسيله وداك الشيء. هانتوما قلت لكم بالنسبه الطريقه ديال الصلصه عندها جوج ديال الطرق باش تخدمي. يعني تقدري تخدميها بوحدها فوق البوطه عاد تجيبيها تمرمدي فيها دوك الدجيجات ياكو. بالنسبه للطريقه الثانيه هي اللي درت معاكم، تتخدميها وديريها في الفخوض وتدخليها للفران واحد شويه. يعني عندها جوج ديال الطرق. انا اختي الفران خدام داكشي علاش درت هذه الطريقه، فهمتوا؟ المهم هكا باش يذوب ليا شي العسل هكا، لما دابش راه غادي يذوب في الفران. خليكم معايا البنات. هنا اختي الزلجلان، شوفي معايا الزلجلان انا دخلته للفران، يعني تحتاج واحد جوج معالق هكا ديال الزلجلان. دخلته للفران اختي غير صحته ما غاديش ديروه اخضر. صافي شوفي معايا اختي الصلصه ها هي تبارك الله الصلصه عندي كيفاش دايره. جيبي لي اختي الدجاج وواحد الشيته ودهنيه اختي. شوفوا تبارك الله كيفاش داير. صافي جيبي هانتي بقاي كدهني فيه. هانتوما هاهي اختي دهنيه البنات كيف قلت لكم، ولا كتحيدوا الدجاج وتديروه هنا وتخلطوا وتعاودوا تردوا ماشي مشكل. صافي انا ندير هاد الطريقه كي قلت لكم. عرفتي راه الملحه والحلاوه والحار كيكونوا مع بعضياتهم في هاد الصلصه هذه. يعني داكشي اختي مخلط. هانتي شوفي معايا، شوفوا معايا كيفاش دايره. شوفوا اللون ديالها تعاودوا زيدوا اختي تحمروا. شوف صافي. والصلصه لا بقات شي شويه راه تحطيها لهم هكا تياكلوها بصافي. انا اصلا ولادي كيبغيو الدجاج بطاطا اي حاجه درتيها لهم بحال كيبغيو الصلصه يغمسوا فيها اختي. بالنسبه لهادشي ديال الصلصات انا راه كنتقداه كل تقديه تنتقداه، يعني تياكلوه عندي بزاف. شوفوا هاكا اختي تبارك الله. شوفوا الشكل ديالها. غنديهم دابا هذه غنديها للفران باش غندير الفران بكثر. المهم اللي بانت لي مدهوناش مزيان غادي شوف تبارك الله. شوفوا الفرق، هذيك اللي كتولي حمراء بزاف. وهنا اختي دابا ندهنوا هذه عاوتاني نديروا ليها اختي الصلصه ديالها اختي. ان شاء الله راه غادي تجربوا غينال الاعجاب ديالكم. شفتوا هانتوما كيجي واعر محبوب اختي عند الجميع. اختي الدجاج كيكون يطيب تبارك الله اختي على ريحه كتطلع منه فنه. واللي تيبغي اختي الحار يزيد الحار ويديرو حتى في ملي كيكون يشرب الدجاج. بالنسبه اختي للدجاج قلت لكم انا كنت ساربه عليه، ولكن هو تيجي حسن الا خليتوه يعني من 3 سوايع الفوق. يعني الا بغيتي ديري هاد الطريقه رقديه اختي وخليه كيجي هشيش كيجي زوين كيجي داك التوابل داخلين فيه مزيان. وبالنسبه للطريقه انا درت طريقتي، هو عنده بزاف ديال الطرق يعني كل واحد تبارك الله والطريقه باش يديروا. يعني الطريقه اللي كيديرها كتصدق ليه كيبقى يديرها كذلك اختي. انا درتو بطريقتي. صافي هذا ما كان البنات. صافي خليكم معايا اختي نردوا الفران ان شاء الله، من بعد غادي نرجع لكم اختي باش تشوفوا كيفاش كيكون الشكل ديالو. خليكم معايا ما تمشيو فيه.
شوفي اختي، شوفي الجمال. طايبين اختي. سخان شحال فنين. شوفي فنين اختي، فنين فنين. حلاتي طايبين اختي، طايبين اختي، فنين فنين ان شاء الله اختي. تجربوه من الاعجاب ديالكم. شوفوا معايا كيفاش داير. شوفي اختي هكا باش يبانوا لكم مزيان اختي، انا بغيتهم يبانوا لكم. شوفي اختي، شو تبارك الله كيفاش اختي محمرين. شوفوا بالنسبه اختي للتزيين كل واحد اختي كيدير داكشي اللي باغي. انا قلت لكم الزرجلان، شديت الزرجلان اختي دوزتو هكا شويه في شتو عرفتي ديك شويه الصلصه اللي هبط لتحت، حتى هو زوين اختي غادي نعطيه ليها. شوفوا شويه الزرجلان ياكم، الزرجلان اللي دوزتو قلت لكم درتو في الفران واحد شويه غير تصهدتو صافي اختي. انا عزيز عليا نبقى ندير بالزرارع بركه. المهم هو هادشي مخصوش يكون ثاني مضرق اختي بالزرجلان. شتو صافي اختي، هما هادو الفخيضات ديالنا طوب البنات، يعني شي حاجه اللي واعره ان شاء الله اختي تجربوه بالطريقه ديالي وتردوا عليا هكا ردوا عليا اختي الاخبار. شوفوا هاد اللعيبات اختي تقدري راه كديري اي حاجه عندك، يعني ماشي اختياري. انا هنا هادو دوك الوريقات اختي ديال البصله خضاريه، شوفوا واعرين كيجيو فنين كيعجبوني انا. شتو ايوا هذا مكان اختي، ان شاء الله تجربوا الطريقه ديالتي وتردوا عليا في التعليق، قولوا لي اختي كيف جاكم هذا الدجاج هذا بالصحه والراحه. شفتوا كيفاش داير نتوما اختي. شوفوا اختي، شوفي الشكل ديالو سخون اختي.